السلام عليكم، مرحبا بكم في شي بشرى. كون ديري شي بشرى، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر كاشير بالكبيدات ديال الدجاج، كيجي رائع وهائل في ساندويتشات. اول حاجه في كاسرونه فوق النار فيها ماء غليان، غنضيف معلقه كبيره ديال الملح، طرونش ديال الحامض، ورقه ديال سيدنا موسى، ودرس كبير ديال الثوم او 2 دراسات صغار، وكندير 5 حتى 6 كبيدات ديال الدجاج. كبيده ديال الدجاج اللي كنحيدوها من الدجاج الا شريناه دجاج حي مذبوح اولا كنشريوها بالميزان، كتباع بالميزان. بعد ما كتغلى الماء على داك الكبيدات واحد 2 دقائق ما كنفوتوهمش، كنحيدوهم كنصفيهم. غادي ناخذ دوك الكبيدات وكنقطعهم شرائح بهاد الطريقه، بهاد الشكل. كنحاولوا ما نطيبوش الكبيدات واخا يبقى فيهم حتى شويه ديال الدم، لانهم باقي تبعهم طياب باش ما كينشفوش معنا. انا راه مازال طابوا معايا شي شويه. كيف قلت كنقطعوهم شرائح، كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكبيدات ديالي كاملين. وغادي ندير التوابل. عندي هنايا في التوابل عندي معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء حلوه، عندي معلقه صغيره ديال القزبر يابس، عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، نصف ملعقه او اقل ديال الكمون، الملح حتى هي حسب الذوق، والابزار القليل فقط لانني غنستعمل الهريسه، وعندي البودره ديال البصل. كنخلط هاد التوابل. يمكن نقصوا من الكميه ديال التوابل، الناس اللي ما كتبغيش التوابل نقص من سكنجبير او تنقص حتى من الحار، كيبقى حسب الذوق. غناخذ واحد 2 معالق حتى 3 ديال من هاد التوابل، وغادي نضيفهم على ديك الكبيده وكنحركها فيها باش كتلبس بها. كنخلط لك الكبيده في التوابل مزيان. كنجيب دوك التوابل اللي تبقاو غادي نديرهم في اناء، وغادي نضيف عليهم 3 البيضات متوسطين. وكنخلط مزيان هذاك البيض مع التوابل. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الشحمه محكوكه. الشحمه هي اللي كتعطينا الدسم من هذا الكاشير ديالنا. كيف شفتوا ما فيه لا زيت لا والو، وكتغلف داك المذاق ديال الكبده ديال الدجاج، كتحيد ديك الريحه ديال الكبده ديال الدجاج. غنضيف واحد البصله متوسطه اللي شحرتها مشلضه وشحره في الزيت، واحد الريز ديال الثومه محكوك وانا كنحرك، ومعلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى حسب الذوق ولكن كتزيد اللذه لهاد الساندويتشات. كندير واحد المعلقه كبيره ديال القزبر معدنوس مقرضين مع الاستمرار في الخلط. واخر حاجه كنضيفها هي واحد 2 المعالق ديال السميده رقيقه متوسطه حتى لرقيقه. كنضيفها على هاد الخليط، هي اللي كتشرب ليا السوائل. كنحركها مزيان. غادي نجيب بلاستيك غذائي وغادي نسرحو فوق سطح العمل، وغادي نحط فوقو دوك الشرائح ديال الكبيده ديال الدجاج اللي حضرت لهم التوابل. الا وصلتوا لهاد المرحله من الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس. كتبقى طريقه ناكلوا بها الكبيده ديال الدجاج، كتجي مع البطبوط، كتجي مع ساندويتشات كيجيو رائعين مع بصيله مطيشه وزيتون. يعني طريقه نستغلوا بها الكبيده ديال الدجاج، نعطيوه شكل اخر. كنحط هذاك الخليط كيف تشوفوا تشرب، حين درنا فيه السميده يعني ما صحش لينا على دوك الكبيدات، ما صحش لينا فوق سطح العمل. كتجي رائعين ولذاذ. كناخذ البلاستيك هذا بهذه الطريقه. كيف ما يمكن الناس اللي كتوفر على داك الكاس ديال الكاشير تقدر ديروه في الكاس ديال الكاشير. انا كنفضل هذه الطريقه. كنبرم بهذا الشكل، كنمشي داك البودان ديالي فوق سطح العمل بهذه الطريقه، كنشدو من الجوانب. غنعاود نغلفو باش كنتحكم في البودان ديالي ما يخرجش منه الحشوه ديالو. كنمشي فوق سطح العمل عاوتاني مره اخرى بحال هذا الشكل. كنشكل على بودان كيشبه البودان ديال الكاشير. كنحزم هذاك الجوانب ديال ديالي باش ما يخرجوش. ما كنساش نتقدم بجزيل الشكر للناس اللي انضمت للقناه واللي كتدعم القناه، اللي كتجرب، اللي كتعطي الراي ديالها، اللي كتقدم اقتراحات. البودان ديالي هو هذا. غادي نديرو نبخرو في الكسكاس. انا كنستعمل هاد الانيه باش كنسربي، هي اللي كتكون قريبه ليا. كنغطي عليه وكنخليه حتى يفور واحد 30 حتى ل 35 دقيقه. كنلقاه تماسك بهذا الشكل كيف كتشوفوا. انا راه باقي سخون، غادي نصبر عليه حتى يبرد.
هنا خليته يبرد عشيه تقريبا، راه كيتماسك تماما. غنحيد البلاستيك وغادي نقطعو معكم. يمكن نحتفظوا به في الثلاجه حتى اليومين، ويمكن لينا نسخنوه في باماغي اولا نعاودو نسخنوه في المقله هو شرائح. راه كيجي لذيذ مع ساندويتش، كيجي رائع، كيجي حتى مع البطبوط. قطع البودن ديالي بهذا الشكل كيف كتشوفوا، كيبانوا طريفات ديال الكبده، راه كيتماسك. كنستمر هكا حتى كنكمل القطع ديال الكاشر ديالي كاملين. وما كيبقى الا نقول لكم الى اللقاء، فيديو قادم في وصفه ناجحه بحول الله.